بما اننا في موسم البرقوق فهنستغله ونعمل القراصية في البيت. تعالوا النهاردة هقول لكم على طريقة البرقوق المجفف، لانه مغذي جدا وحلو للانيميا وسعره بره غالي، فاحنا هنعمله في البيت باقل التكاليف وطريقته سهلة خالص وبسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، دي قناتي، لو ما كنتوش اشتركتوا فيها اشتركوا وفعلوا الجرس، اعملوا لايك للفيديو، علقولنا وقولوا لنا رأيكم ايه وبتتابعوني منين. يلا بينا احنا اوريكم نعمل القراصية ازاي او البرقوق المجفف. اول حاجة هجيب البرقوق واغسله كويس، وبعد ما اغسله هنشفه برضو بالواحدة، لازم يكون ناشف مفيهوش ولا نقطة مية. ولما اجي اختار البرقوقة الناشفة اللي هي ما تكونش طرية، يعني ما تكونش المية بتاعتها كتيرة. هنقي البرقوقة الناشفة خالص عشان ما تاخدش معايا وقت في التجفيف. هجيب صينية، اي صينية عندي انا هجفف فيها البرقوق، بفرشها ورق زبدة، ولازم افرش ورق زبدة. الخطوة دي مهمة عشان البرقوق ما يلزقش في الصينية. هدهنها كويس بالزيت، وبعدين هجيب البرقوق ابتدي ارصه في الصينية واحدة واحدة، بعيد عن واحدة شوية، ما لزقوش في بعض. بعد ما اخلص كل الصينية ارصها او الكمية كلها اللي انا هعملها. هنعمل ايه بعد ما نرص الصينية؟ بعد ما نرص الصينية احنا هنكون مولعين الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة. درجة حرارة الفرن تكون عالية. اول ما الفرن يسخن بوطي النار خالص، شعلة اهديها خالص خالص، وبعدين ادخل الصينية في الرف اللي في النص، واسيبها ساعة ونص بالظبط او ساعتين، وبعدين اطفي عليها. هنكرر العملية دي بالليل، يعني اكون عملتها الصبح بالليل برضه. ده شكلها اول يوم بعد ما حطيتها الصبح ساعة ونص وحطيتها بالليل ساعة ونص، بقى شكلها كده اول يوم. تاني يوم هكرر نفس العملية، هحطها الصبح ساعة ونص وبالليل ساعة ونص، والفرن اسخنه الاول وبعد كده اهديه شعلة، وادخلها على الرف اللي في النص واسيبها ساعة ونص، وهوريها لكم تاني يوم. وده شكلها تاني يوم بعد ما حطيتها الصبح وبالليل. كنت غيرت لها ورقة الزبدة وحطيت ورقة نظيفة، وحطيتها الصبح ساعة ونص وبالليل ساعة ونص، زي ما بقول لكم برضو على نار هادية. احنا مش بنسوي الحاجة، احنا بنجففها على نار هادية. هنا بقى بعد 3 ايام كررت العملية دي تاني. تالت يوم بتاخد 3 ايام، نحطها الصبح ساعة ونص وبالليل ساعة ونص، على نار هادية خالص، شعلة. احنا مش بنسويها، احنا بنجففها. بعد 3 ايام بتبقى بالشكل الحلو ده. شايفين؟ سهلة ومش يعني مش متعبة. وبدل ما نشتريها غالية، دلوقتي الموسم بتاع البرقوق موجود ونقدر نعمل منه اللي احنا عايزينه. لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، شيروا الفيديو لاصحابكم، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.